فاجعة شهدها الجنوب الإيطالي بعدما انقطع حبل تلفريك فجأة، متسببا بقتلى ومصابين في حادثة تتكرر على اختلاف الجغرافيا بين نابولي وسورنتو وعلى بعد 1 كيلومتر من خليجها الساحر. أكد شهود عيان بأن حبل التلفريك انقطع فجأة، متسببا بسقوط حر لعربة التلفريك أسفل الوادي، حيث اصطدمت ببرج كهرباء وبرافعة في موقع بناء خلال عملية السقوط، الأمر الذي أدى لمقتل 4 أشخاص على الفور وإصابة آخر، وتدخل عشرات رجال الإنقاذ في البحث عن الجثث في عملية لم يساعد الطقس على إنهائها سريعاً. وجاءت الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تفعيل التلفريك هذا الموسم، بينما سبق وأن شهدت إيطاليا حوادث مشابهة عام 2021 حينما لقي 14 شخصاً حتفهم بسقوط تلفريك يربط بحيرة ماغوري بجبل قريب شمال إيطاليا.